شاب مش عارف اتجوز بسبب اللي اهلي بيعملوه معايا من وانا طفل صغير. شاب وعندي 30 سنة ونفسي زي كل الشباب اتجوز واخلف ويبقى عندي بيت واسرة. من يوم ما وعيت على الدنيا وانا حاسس ان انا كبير العيلة. انا الشاب الكبير اللي امي خلفته اول واحد. مامتي وبابايا الاتنين صم وبكمة، فكان اعتقادهم ان كل ولادهم لما يجوا يخلفوهم هيخلفوهم طبيعي صم وبكم. بس سبحان الله انا طلعت سليم، ويعني ما عنديش اي حاجة، بسمع وبتكلم عادي جدا. فوالدتي ظنت ان هي كل خلفتها مثلا هتبقى زي كده. جت خلفت بعد كده اخويا الصغير طلع زي والدي ووالدتي صم وبكم. فبطبيعة الحال بقيت انا حاسس ان المسؤولية كلها عليا. امي طبعا اول ما ولدتني فرحت جدا جدا اني سليم وبسمع وبتكلم وكل حاجة الحمد لله. فبقت من يوم ما اتولدت وهي تعالى معايا اشتري طلبات، خد والدك روح بيه المستشفى. لما اخويا بقى كبر وطبعا ظروفه زي ظروفهم بالظبط، وانا طبعا بقيت لغة الصم والبكم او لغة الاشارة بقيت متمرس فيها جدا جدا زيهم، لان طول ما احنا قاعدين كلنا في البيت احنا الاربعة بتعامل معاهم باللغة دي، لدرجة ان انا كنت اوقات بنسى وبنزل الشارع اتعامل مع قرايبي او زمايلي بلغة الاشارة من كتر ما انا طول الوقت بتكلم بيها مع اهلي في البيت. بقيت طول الوقت بره برضك حاسس ان انا كده، لدرجة ان انا في مرة من المرات صحابي بيقولوا لي انت ساكت ليه ما بتتكلمش؟ اقول لهم انا بقيت بنسى ان انا بسمع وبتكلم من كتر ما انا اللي بعمل لهم كل حاجه. يعني والدتي مثلا محتاجه حاجات من السوق اخدها وانزل تشاور لي، وانا حتى بقيت بشاور للبياعين اللي هو يا ابني انا جايباك معايا ليه؟ انت اتكلم معاه عادي. فوالدتي بقت بتحس براحه نفسيه كبيره جدا لما انا بنزل معاها. طبعا في اوقات كتيره هي بتنزل لوحدها بس قليل قوي، لانها كانت بتتعرض طبعا اوقات كتير لتنمر، واوقات كتيره الناس ما بتبقاش فاهمه هي بتقول ايه وطلباتها ايه بالظبط وعايزه ايه. فبقت بتستريح جدا جدا. فبقيت طول الوقت انا مع والدتي. والدي نفس الحكايه، عايز يروح لدكتور، عايز يروح اي مشوار ايا كان انا بروح معاه. ومن ناحيه تانية انا نفسيا ببقى مستريح ومطمن عليهم علشان محدش يتنمر عليهم او محدش يضايقهم بكلمة او محدش يفهمهم. ما هو ممكن ما يبقاش تنمر بس اللي قدامه مش فاهم هو بيقول له ايه وعايز ايه. ووالدي طبعا مع كبر سنه بقى هو نفسه بيتخنق وبيتضايق، اللي هو ايه بيقعد يصرخ كتير والناس مش فاهمة. فمش مشكلة الناس ان هي مش فاهمة، ومش مشكلة ابويا ان هو خلقه ضيق ومش مقدر ان الناس مش فاهماه. فبقيت انا بقدر كده، واي حاجة والدي عايزها ينزل معاه يا اما انا اعملها له. اخويا الصغير نفس الشيء. فجاء عليا وقت لقيت حياتي كلها دلوقتي في الوقت ده ضايعة، اللي هو انا بقيت بعمل كل حاجة لكل الناس اللي في البيت ومحدش فيهم بقى عارف يعمل حاجة من غيري. انا تقديرا مني علشان اريحهم وهما بقوا مرتاحين ومبسوطين كده جدا. لحد لما لقيت اخويا اللي اصغر مني ب3 سنين حب بنت زيه كده نفس وضعه، وحاليا عايز يخطبها ويتجوز. طب انا بقى فين من كل اللي بيحصل ده؟ انا مين اللي هترضى تتجوزني وهي شايفة ان انا شايل مسؤولية ابويا وامي واخويا وحياتي حرفيا مش حاسس ان انا عايش حياتي؟ حتى زميلتي اللي كانت معايا وكنت يعني في مشاعر ما بيني وما بينها حست وفهمت ان انا كل حاجة في البيت. قالتها لي وش كده انت همومك كتير، انا مش هينفع، انا اسفة. فاللي هو طب انا حتى لو فكرت اقرب من واحدة، ويوم ما قربت من واحدة قالت لي لا انت عندك مسؤوليات كبيرة قوي وانا مش هقدر اشيل معاك الشيلة دي. فاعترفت لي بكده بمنتهى الصراحة، وانا قدرت ده لاني انا نفسي دلوقتي تعبان جدا. يعني اخويا الصغير اللي هو اصلا يعني عنده مشكلة حب وهيتجوز وارتبط، وانا
حاسس ان حياتي كده، طب انا هعمل ايه؟ مش متضرر ان انا بساعد اهلي ومبسوط جدا، بس انا حالتي النفسية اللي هو فين انا عديت ال30 وحاسس ان انا مش عارف اعمل حاجة. طب هتجوز واعيش لوحدي، طب اهلي اللي معتمدين اعتماد كامل على وجودي في حياتهم، وفي نفس الوقت اهلي ما اقدرش استغنى عنهم ولا اقدر اسيبهم. وحتى لو عرفت اعمل كده دلوقتي هم سنهم كمان بقى اكبر من الاول، يعني الاول كانوا ممكن يعتمدوا على نفسهم، لكن دلوقتي خلاص اتعودوا ان اي حاجة انا بنزل معاهم او انا اللي بعملها. وفي نفس الوقت خلاص هم خلقهم ضيق، مش عارفين يتواصلوا مع الناس بطريقة الاشارة، مش اي حد بيفهمهم زي ما قلت في الاول، وانا مش هقدر اسيبهم. بس انا حاسس ان انا حياتي باظت، بس انا حاسس اني مش مبسوط، ومين اللي هتستحمل الوضع اللي انا فيه دلوقتي؟ طبعا هي مشكلة ان انت طبعا بتراعي اسرتك، يعني انت ليك الجنة، ليك الجنة ان انت راعيتهم بالطريقة اللي انت بتقول عليها دي، طبعا ليك الجنة، وربنا هيبعت لك بنت الحلال اللي زيك وشبهك وهتشيل معاك الشيلة ان شاء الله. الموضوع سهل والله، انت بس حاسس ان المسؤولية كبرت ووسعت منك، وان اخوك الصغير حب وهيتجوز وانت اللي كنت شايله وبتساعده في كل حاجة، هو هيتجوز قبلك. ممكن تكون حتة نفسية منك وانت غصب عنك، مش حاجة وحشة فيك ابدا، لا انت بالعكس زي الفل، انت بني ادم محترم وعندك يعني مش هقول غير ان انت حد بار بوالدتك جدا وبأهلك وشلتهم ولسه شايلهم لحد دلوقتي، فانت طبيعي ان انت عايز تفكر في نفسك وعايز تتجوز ويبقى ليك أسرة وبيت وزوجة وأولاد، طبيعي جدا اللي انت بتفكر فيه، طبيعي. بس انت مش عارف تعمل ده ازاي، ومش حاسس انك هتلاقي بنت الحلال اللي تقف جنبك في اللي انت فيه ده. لا، بنات الحلال كتير جدا، الحكاية كلها تتلخص في انك تاخد شقة جنب اهلك، بس تاخد شقة جنب اهلك، مش هنقول مراتك تساعدك، لا، اخوك طبعا هيتجوز وهو حر بقى في حياته، هو يشيلها، مش هتروح انت بقى تروح له شغله او تروح تشوفه، لا هو بقى ليه حياته، يتعامل بقى مع اللغة بتاعته عادي جدا وطبيعي. ربنا يكرمه بابن زيك كده يكون معافي وسليم، ويشيله بقى زي ما انت شلت اهلك ان شاء الله. بس انت ما توقفش حياتك، زي ما قلت شقة جنب اهلك تتجوز فيها واحدة بنت حلال، اهلك طلباتهم هتجيب لهم طلبات البيت بتاعتهم بالشهر بالاسبوع وتخليها عندهم، والدك محتاجك في مشوار هتروح معاه وقت ما تبقى فاضي، حتى يعني ممكن تقول له اجل يا حاج المشوار لحد ما ارجع من شغلي واشوف بيتي ومراتي. الحكاية كلها في ايدك، وتقدير مراتك لظروف اهلك ان انت محتاج تراعيهم، مش علشان خاطر هم سم وبكم، لا، علشان خاطر ان هم ناس كبيرة في السن، فانت اعتبرهم ان هم ناس كبيرة في السن. انت وضعك دلوقتي زي وضع اي حد اهله كبار في السن وبيروح يراعيهم ويشتروا لهم طلباتهم ويشوفهم محتاجين ايه وياخدهم يوديهم للدكتور، وضعك ما يختلفش خالص عن الوضع اللي انا بقول عليه، ان انت اهلك كده كده لازم تراعيهم وتبرهم عادي جدا زي اي حد متجوز وبيروح يشوف اهله ويطمن عليهم او يجيب لهم طلباتهم او يشوفهم محتاجين يعملوه لهم، فعادي جدا لا اكثر ولا اقل. الموضوع ابسط من ما يكون، انت بس حاسس دلوقتي بالضغط اللي عليك، حسيت ان انت حياتك يعني راحت مع اهلك، معرفتش تعمل حاجة لنفسك، معرفتش تعيش حياتك وتشوف مستقبلك وتحب وتتحب، وحياتك كلها راحت في خدمة اهلك، ودي حاجة انت ضامن بيها الجنة، ده انت تتبسط، ده الناس دلوقتي هتدخل تحسدك على اللي انت فيه ده، واحد بر باهله للدرجة دي، ده انت يعني يا بختك بجد محجوز لك مكان في الجنة. فانت يعني والله انا يعني بقول يا بختك بجد ببرك بأهلك، حياتك عيشها وتعامل عادي جدا مفيش اي مشكلة، وربنا ان شاء الله هيبعت لك بنت الحلال اللي تقدر الظروف دي، ويبقى هي كمان عندها اهلها اللي محتاجين ان هي تروح تشوفهم وتشوف طلباتهم وتخدمهم وكل حاجة. طبعا حلقة النهاردة حلقة مميزة جدا، يعني بر الاهل ده حاجة حلوة قوي، ربنا يعينك عليهم، وخد الموضوع كده ايه
انت بس الحالة النفسية ان انت حاسس ان العمر بيجري منك، بس والله كل حاجة بميعاد وبقدر ومقدر ومكتوب ونصيب في الاول وفي الاخر. ده كان رأيي في مشكلتنا النهاردة. يا ريت تساعدوه وتقولوا له رأيكم في الكومنتات، يعمل ايه ويعيش حياته ازاي ويقدر يبص للحياة بمنظور تاني ازاي وياخد باله على اهله وبرضه في نفس الوقت يفتح بيت ويعمل أسرة. ده كان رأيي ليك ودي كانت حلقة النهاردة. لو عندك مشكلة وحابب تعرضها سيب رقم تليفونك، او لو حابب نعرضها بالنيابة عنك ابعت لي فويس رسالة مكتوب، وما تنساش تحط اللايك بتاعك الجميل. واشوفكم على خير في حكاية جديدة وقصة جديدة في قصص وحكايات وردة احمد ان شاء الله. باي باي.